الوصفة دي لعشاق الفخامة والرقي والحاجة كده اللي تدخل بقك تدوب فيه. لما يبقى عندك مناسبة وعايزة تبهري اللي جايلك، او رايحة لحد وعايزة تبهريه بحاجة هيدمنها، تعملي الوصفة دي. الوصفة دي وصفة تركية اسمها تريليتشي. تريليتشي دي اللي هو 3 حاجات بيتحطوا عليها بيخلوها في حتة تانية خالص. هي 3 طبقات: كيك وكريمة وصوص كراميل. هقولك تعمليها ازاي. بصي يا ستي، البيض اولا في صغير وفي كبير زي ما انت شايفه. انا استخدمت البيض الكبير فاستخدمت 5 بيضات، لو هتستخدمي البيض الصغير تستخدمي 6. نص كيلو سبونش فانيليا. انا عامله صينيه كبيره 30 في 40، فانا استخدمت نص سبونش، 5 بيضات كبار، نص كوبايه ميه. طيب انت لو هتعملي صينيه على قدك في البيت، او هتعملي صينيه مثلا مقاس 26 او 28، هتعملي ربع سبونش بس مع 3 بيضات وربع كوبايه ميه. انا حسيت ان قوام الكيك تقيل شويه وانا بضربه فزودت شويه ميه. مفيش مشكله ان انا ازود والمضرب بتاعي شغال عادي، المهم يبقى القوام خفيف عشان يديني كيك فلافي. جبت الصينيه بتاعتي بطنتها كويس بورق الزبده زي ما انت شايفه كده، وبدات افضي فيها خليط الكيك بتاعي. شايف خليط الكيك بتاعي رائع ما شاء الله. ببدا ان انا افرده بالشكل ده واسويه بحيث يبقى كله قد بعضه. جبت ورقه زبده تانية حطيتها وقصيت الزيادات اللي فيها، عشان ورقه الزبده دي بتخلي الكيك بتاعي وهو في الفرن ما يعملش طبقه بتلزق كده على الوش ورخمه. ده الكيك بتاعي وهو في الفرن اهو ما شاء الله، اخد حوالي 20 دقيقه. انا بختبره بخله الاسنان، لما تطلع سليمه مفيش فيها اي اوساخ يبقى كده خلاص هو استوى. طلعت الكيك بتاعي، شلت ورقه الزبده اللي على الوش بتاعه، بيبقى الوش بتاعه رائع مفيش عليه اي طبقه بتلزق ولا طبقه رخمه كده خالص. ببدا ان انا اسلك ورق الزبده اللي في الارضيه كمان بالراحه علشان ما بهدلش الكيك بتاعي، وفي نفس الوقت اشيله علشان يبدا الكيك يتهوى. انا شلت ورق الزبده بتاعي كده وهبدا ارجعه الصينيه بتاعته تاني. طيب انت لو انت بتشتغلي بقى عايزه تطلعيه هديه، هتعمليه بنفس الفكره اللي عملنا بيها تورته الدسبسيتو على القناه. هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. انا رجعتها تاني المكان بتاعها وبدات اعمل الخليط بتاعها بقى اللي هسقيها بيه. هو عباره عن كوبايتين لبن، 3 معالق كبار حليب مكثف محلى، وده برده انا عاملاه لكم على القناه. ممكن تشتريه جاهز وممكن تعمليه، ولو ما عندكيش يا ستي حطي 3 معالق كبار لبن بودر و3 معالق سكر. وجبت كريمه من اللي هي السوري دي، كريمه غازي، حطيت منها حبه حوالي نص كوبايه. دي ارخص من الكريمه اللي بتتباع في السوبر ماركت، اللي هي العبوات بتاعه الشركات بتبقى غاليه، اللي هي كريمه الخفق او كريمه الكريمه بتاعه الحلويات، وهتديني نتيجه رائعه. وبدات ان انا اقلب الكيك بتاعي واسقي من على الظهر بتاعه عشان الظهر بيشرب احسن من الوش كويس قوي. خلي دايما الموضوع ده في دماغك ان الظهر بيشرب احسن من الوش. هوزع الخليط بتاعه عليه كده وما تقلقيش هو هيشربه. انت بتهيالك ان هو واقف شويه، لا ده علشان الخليط بس فيه كريمه. احنا قلنا التريليتش ده عشان بتتسقى 3 حاجات: كريمه ولبن مكثف ولبن حليب. هي المفروض يعني بتتسقى لبن مبخر، بس اللبن المبخر مش متوفر قوي فبنستبدله باللبن المكثف المحلى. انا حطيت حواليها فاكيوم، وقلت لكم قبل كده ان هو بيجي من عند مستلزمات الحلويات، والفاكيوم ده عشان يطلع لي الشكل بتاعها متناسق، ما يبقاش فيها الكريمه طالعه الناحيه دي ولا الناحيه دي. هعمل بقى خليط الكريمه بتاعي، عبارة يا ستي عن كوباية لبن حليب وكوباية مية ونص كوباية سكر ومعلقتين لبن مكثف محلى تاني. لو ما عنديش احط معلقتين لبن بودر ومعلقتين كبار سكر. وهبدا ان انا اقلب الخليط بتاعي زي ما انت شايفه كده عشان ادوب السكر. نزلت عليهم بكوبايه ونص من الكريمه. انا هنا استخدمت كريمه ريتش المتحده، تقدري تستخدمي اي كريمه بترتاحي فيها، انا مش بعمل اعلان والله. كريمه تقدري تستخدمي اي كريمه بترتاحي فيها، كريمه ريتش حلوه، وفي انواع تانية جميله جدا في السوق. عايزه تستخدمي كريمه خفق من الكريمه ستايله مفيش مشكله، بس السوري مش هتنفع. اللي انا استخدمتها وسقيت بيها دي ما تنفعش، دي بتطعم لي بس لكن مش بتتخفق معايا ولا بتديني فوليوم ولا قوام، فما ينفعش استخدمها هي عشان تديني الفوليوم اللي انا عايزاه. الكريمه بتاعتي تقلت معايا زي ما انت شايفه، القوام بتاعها حلو جدا وطعمها غني وجميله جدا، تقدري تستخدميها في اي تورته انت بتعمليها. الكريمه دي حاجه كده رائعه. انا زي ما انت شفتي حطيت من الكريمه السوري شويه حوالي نص كوبايه مع الكريمه دي علشان اطعم بيها. احنا زي ما اتفقنا الكريمه اللي هي ازايز دي بنحط منها نطعم بيها، لكن مش بتدينا قوام تقيل ولا حاجه. يبقى انا الكريمه بتاعتي كانت كريمه ريتش المتحده مع كريمه سايله من اللي هي الكريمه السوري، مع حليب مكثف محلى مع لبن حليب، يعني خليط كده يديني كريمه ما حصلتش. ابدا ان انا افرد الكريمه بتاعتي فوق الكيك المسقي، وابدا ان انا اسويه بالشكل اللي انت شايفاه ده على قد ما اقدر، اخلي الخليط متساوي
يعني باكتر شكل ممكن، علشان لما اجي احط عليه الكراميل بتاعي يبقى مظبوط. جبت سكرابر كده وسويت بيه اهو، علشان الكراميل بتاعي لما اجي احطه ما يبقاش فيه حتت نازله وحتت طالعه، فالكراميل ما يبقاش متساوي على حرفه. لا، انا سويته كده كويس قوي بظهر السكرابر. لو ما عندكيش سكرابر تحاولي تستبدليه باي حاجه تنفع عندك، مفيش اي مشكله. وهبدا ان انا بقى اساوي بالشكل اللي انت شايفاه ده، واسقع الكيك بتاعي كويس قوي على ما اعمل الكراميل بتاعي. انا بدات ان انا اشيل الكريمه الزياده اللي طالعه على حرف الفاكيوم كده، علشان يبقى الشكل متناسق ومتساوي وبرفكت معايا. انا زي ما قلت لك، انت ممكن تعملي، لو انت بتعملي لاولادك تعملي في صينيه بايركس وتعملي فيها وتقدمي، والف هنا وصحه. وممكن تعملي على شكل تورته، نفس فكره ما احنا عملنا تورته الديسباسيتو بالظبط. وابدا ان انا بقى ايه، احطها في التلاجة تسقع، وابدا في الكراميل بتاعي. الكراميل بتاعي حطيت على النار نص كوبايه سكر في طاسه على نار متوسطه، مش عاليه قوي ومش هاديه قوي، عشان يتكرمل. واستخدمت كريمه ربع كوبايه كريمه برضو من الكريمه اللي هي بتاعه غازي، اللي هي الكريمه السوري. اخدت منها ربع كوبايه، حطيتها في حله صغيره او في كسرونه على النار علشان تسخن معايا. في الوقت اللي الكريمه بتسخن معايا فيه، انا بعمل الكراميل. الكراميل زي ما انت شفتي انا ما ببداش اقلبه غير لما يبدا فعلا يتكرمل. ببدا ان انا اقلبه كده علشان كل حبيبات السكر دي تدوب. لما حبيبات السكر كلها بتدوب بالشكل اللي انت شايفاه ده، تكون الكريمه بتاعتي بتغلي، بحطها عليه. ليه بقى احط الكريمه وهي بتغلي؟ عشان ما تخليش الكراميل يقفش قوي. وبعدين رجعت تاني حطيت معلقه ميه صغيره كده في الكسرولة عشان اطلع بقيه الكريمه اللي فيها، ونزلتها على السكر بتاعي. وهصفي خليط الكراميل بتاعي واللي لازق في الطاسه ده، حطيت عليه معلقه ميه ورجعته على النار تاني غلي، وبعدين صفيته على بقيه الكراميل. وسبت الكراميل بتاعي لما برد تماما. كانت الكيكه بتاعتي بردت كويس في التلاجة، طلعتها وبدات ان انا اسلك الفاكيوم منها زي ما انت شايفه كده. انا مش محتاجه في حاجه خلاص، انا الكريمه بتاعتي تماسكت وادتني الشكل اللي انا عايزاه الحمد لله. هبدا ان انا اشيل بقى الفاكيوم بتاعي بالراحه، اسلك كده واشيل زي ما انت شايفه عشان ما بهدلش الكيك بتاعي. وطبعا انا علشان كنت عامله على مساحه كبيره، يعني حاجه كبيره، فكنت سايباها في الصينيه. انا ممكن انا لو هطلع نفس الشكل ده كده، لو هيطلع اوردر او تورتايه، بحطه بقى على قاعده 30 في 40 جاهزه، وابدا اشتغل عليها. حطيت الكراميل بتاعي زي ما انت شايفه، قوامه ما شاء الله بقى رائع. وده احلى طعم وقوام ممكن تاخديه من الكراميل. ممكن تجيبي صوص كراميل جاهز، ممكن تجيبي مربى حليب وتخففيها، بس اللي انا قلتلك عليه ده فعلا فعلا احلى طعم للكراميل انت ممكن تدوقيه. وبدات ان انا بقى افرد الكراميل بتاعي كويس، وعلشان خاطر هو قوامه مظبوط والكيك بتاعي بارد والكراميل بارد، هو بيتفرد معايا بكل سهوله، وبياخد الشكل اللي انا بديهوله، ما بيسيلش مني ولا بيعمل اي حاجه مش لطيفه. بالنسبه للتزيين، انت بتزيني بالشكل اللي انت شايفاه مناسب. ممكن تعملي خطوط بالشوكولاته البني والبيضه، ممكن تعملي زي كده. انا عملت خطوط بالكريم شانتيه، سيحته على حمام ميه وعملت خطوط. الخطوط مش مظبطه قوي، مش مشكله، انا كده كده لسه هحط عليه حاجات تانية. فانا بس بكسر لون الكراميل. ممكن تحطي مكسرات، ممكن تزيني بمربى حليب، بس بتبقى تقيله بقى. لو حطيتي كمان مربى حليب بتبقى تقيله. انا زينت بشويه عين جمل كانوا عندي، وشويه شوكولاته شيبس. تقدري تحطي كريسبي شوكولاته، تقدري تحطي مكسرات كتير، تقدري زي ما احنا قلنا تحطي شوكولاته بني وشوكولاته بيضه، تقدري تحطي مربى حليب. حته التزيين دي بقى ترجع لك انت وذوقك وحسب اللي انتوا بتحبوه. انا بحس ان الشوكولاته الشيبس وعين الجمل بيكسروا التسكير والحلاوه بتاعه الكراميل. وده كان الشكل النهائي بتاعي زي ما انت شايفه كده، شكله رائع. وهبدا ان انا اطلع لك حته اهو، هوريكي. بصي، شرب اللبن بتاعه ومش بيسيل. انا مش بحبه بيسيل. في ناس بتحط لبن كتير لدرجه ان انت تيجي تطلعيه من الصينيه تلاقيه عمال بيسيل لبن. انا مش بحبه كده. هو بصي دايب وشارب اللبن بتاعه، وطعمه رائع ومظبوط جدا، ومش محتاج اي حاجه. زي ما احنا قلنا، هما كوبايتين 2 لبن للمقدار ده كله. لو هتعملي نص المقدار هتعملي كوبايه واحده لبن. وطلع الشكل رائع، احترافي، طعم خطير بجد. يعني هتبهري بيه اي حد. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي لها شير ولايك وتتابعيني.